ها؟ قال صالح هذا بشيرع منظر المغترب بالمزرعة 6 أشهر لو انت رجع والمرة صابرة على الجعدة ما تهم الملابس والسوع والذهب يقلبه ونصنع قصدها من بزع حاجة رقع اللي يفتح ورد المرمى طول الليل تمشي بالفزع واصبح الصبح مثل الضفدع تلبس الثوب الأسود على النقع كان يدل لها للدلع والمهاجر منزل تحت لا فوق جسمه زيوت الصبعة من فوق البناشر والرقع ذي فوق الأولاد يا كربعة أولاد يشوفوا طغوليا الفقع كم عدف والوسخ على المزرعة وانخرج من محله ما رجع السجن شهله حتى بعد ما يفكوه لو سرعة لها ذي شغيل الوسط يجزعه والشعيب يدخل حصر البقع كان طيب ولا حد يسمعه ويهدي ورطه بين الصياع أصلهم يكسبوا القعقع والركب من وقع بيده سقع بيده السيف مثل قعقعة كل جبار قدام الركع متهور إلى المزرعة ويا محمد قفا هذا الدلع نعرف القير سيلك دلسعه ما علينا من أصحاب البقع يربوا عدفة والمصيعة خافوا الله من يوم الفزع يا محمد بلاك المطوعة وكل شيء في بلدكم بيقع على صد الدرس والمصوعة والمواطن بيقني ذي زرع كل اللي بيت لي منزعه يسغي الورد بالماء الكرع ويحقول الهلا وترعه والسلام.